Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. صباح الخير يا ماما، هو انتي بتعملي ايه؟ صباح النور يا رورو. انا بعملك الشراب اللي انتي طلبتيه مني. مش انتي برضو كنتي عايزه لونه موف؟ ايوه، بحب الموف جدا. ده فعلا اللون اللي انا كنت عايزاه. ماما، هو انتي حضرتك خلصتي تطبيق الهدوم؟ يا رورو خلصتها. هو انتي بقى يا ماما ليه مش بتحطي اي حاجه في الصندوق ده؟ هو انتي ليه يا ماما سايباه كده؟ محدش بيجي جنبه ولا يفتحه. ما بلاش بقى يا رورو كل شويه نقعد نفتح موضوع الصندوق ده. خليه كده زي ما هو، انسيه خالص. طب ليه يا ماما؟ مش حضرتك قلتيلي ان هو فيه هدوم وحاجات زي كده، ما نطلعها والبسها. ليه يا ماما كل ما اسالك ما ترديش تعرفيني ولا تردي عليا؟ علشان الصندوق ده ما فيهوش هدوم ولا حاجه. هو في حاجه بس هتعرفيها في الوقت المناسب، مش دلوقتي خالص. يا ماما انت كده حضرتك زودتي فضولي. طب ليه طيب يا ماما لما بنفتح يا ماما موضوع الصندوق ده بلاقيكي حزينة جدا؟ قوليلي يا ماما، انا كبرت وفهمت. صدقيني يا رضوى هتعرفي في يوم من الايام. ما تستعجليش يا حبيبتي. سيبي بس الصندوق مقفول كده ونسيه دلوقتي خالص، وده لمصلحتك. حاضر يا ماما، وانا اسفة عشان زعلتك. عن اذنك يا ماما، انا هروح اوضتي. وبعدين بقى انا مش عارفة انام من كتر التفكير. خلاص بقى، ما انا هعرف لما اكبر. ايه ده يا ماما اللي على الشباك ده؟ خضتيني. هو انتي مين واقفة كده ليه؟ تعالي، هو انتي جارتنا؟ ايوه، انا ساكنة هنا جنبك، وكان نفسي اتعرف عليكي من زمان، بس كنت خايفة انك ما تحبنيش. ايه ده، ليه بتقولي كده؟ واللي يعني مش هحبك؟ مش عارفة، بحس بكده، يعني محدش مهتم بيا ولا بيحبني. طب ايه رأيك بقى ان احنا من دلوقتي لحد اخر العمر best friends forever، وكل يوم هنلعب سوا؟ بجد اخيرا لقيت صاحبة. بس قبل اي حاجة لازم ماما تعرف الاول، علشان ما بقاش بعمل حاجة من وراها. لا بلاش مامتك ارجوكي، هتروح تقولي لماما، وماما مش بتخليني اطلع برا خالص. انا بتسحب كده من وراها بالليل علشان اجي واشوفك وامشي تاني. ما تقوليش بقى لمامتك والا مش هعرف اجيلك تاني. طيب خلاص، ما تزعليش، ما تمشيش، مش هقول لماما. ممكن بس تشيلي القناع اللي انت لابساه ده عشان مخوفني، عايزه اشوف شكلك الجميل. لا خليني كده احسن، ده لمصلحتك. لمصلحتي؟ يعني ايه؟ انا مش فاهماكي. مش لازم كل حاجه تعرفيها دلوقتي، في يوم من الايام هتعرفي كل حاجه. وبعدين بقى انت بتقولي نفس الكلام اللي ماما بتقوله. هي ايه الحكايه يا جماعه؟ ولا حكايه ولا حاجه، عشان ما ازعلش. خلاص انا بس كنت عايزه اشوف شكلك الجميل. بس براحتك، طالما مش عايزه بلاش. يا ترى ايه اللي حصل؟ هي رنا ليه اتأخرت كده؟ دي عمرها ما عملت كده. يمكن طيب مامتها عرفت انها بتجيلي وزعقت لها وما رضيتش تطلعها من البيت تاني. وبعدين بقى انا مهما احاول العب بلاي ستيشن او انا بالتليفون علشان احاول اشغل نفسي عن رنا، الاقيها برضو في دماغي، ثابته في دماغي. دي وحشتني جدا. يا ترى هقابلها تاني؟ ايه ده، هو انا ليه اصلا بسأل نفسي؟ انا ممكن اروح اقول لماما وتاخدني على بيتها واشوفها والعب معاها واقنع مامتها اننا نبقى اصحاب. انا خلاص اهو لميت كل العابي، وهقوم ان شاء الله اطلب من ماما ان احنا نزورها. يا رضوى، رحتي فين؟ انا جيت عشان العب معاكي. يلا قومي عشان نلعب واوريكي ميسي. ايه يا رضوى، في ايه؟ خضتيني. مالك؟ انت حلمتي بكابوس ولا ايه؟ يا ماما، كابوس فظيع. شفت يا ماما واحدة شبه جدا، ووشها كله مليان دم، بس ما كانتش انا. دي كانت صاحبتي رنا. بتقولي ايه؟ بنت شبهك قوي وكمان قالت لك ان اسمها رنا؟ ايوه يا ماما. ايه يا ماما، مالك زعلتي
انت يا ماما بتعيطي؟ لا لا يا حبيبتي، مش بعيط ولا حاجة. طب هي قالت لك ايه؟ كانت بتقولي في الحلم ان هي عايزة توريني شكلها. بصي يا ماما، بصراحة انا اتعرفت على واحدة هنا جارتنا، وكانت بتجيلي تلعب معايا كل يوم بالليل، بس قالت لي ما اقولكيش علشان مامتها ما تعاقبهاش. بس انا ما كنتش بشوف اي حد بيجيلك ولا حد بيدخل ولا يخرج من البيت. ايوه يا ماما، حضرتك فعلا ما شفتيهاش، علشان هي ما كانتش بتيجي من الباب اصلا، كانت بتجيلي من الشباك تلعب معايا طول الليل وتمشي الصبح. غريبة يعني، هي ازاي اصلا كانت بتطلع؟ هي البنت دي مين وساكنة فين؟ وهو ده يا ماما اللي انا كنت هقولهولك الصبح. انا نفسي بس اعرف ازاي هي طلعت شبهي جدا كده. احلام يا حبيبتي، دي مجرد احلام، ممكن تكون صح وممكن غلط. ما تركزيش بس وما تهتميش بالكلام ده كله، وكملي نومك. حاضر يا ماما، بس يا ماما ان شاء الله الصبح هنروح نشوفها. ايه ده؟ مالك انتي قاعدة كده ليه؟ تخيل ان رضوى حكت لي على حاجة غريبة قوي، انا مش عارفة هي عارفة حوار رنا ولا ايه بالظبط. ايه؟ عارفة حوار رنا؟ ازاي؟ هي فتحت الصندوق ولا ايه؟ لا طبعا ما فتحتهوش ولا حاجة، بس هي في حاجات كتير قوي تقلق الفترة دي. على العموم انا هروح كده مشوار معاها الصبح وهيبين كل حاجة. ماشي، بس افتكري بس ان سنها مش مناسب انها تعرف اللي حصل دلوقتي. اكيد طبعا، انت بتقول ايه؟ يا رب ما تعرف اي حاجة دلوقتي. يلا يا ماما نجهز عشان نروح المشوار اللي اتفقنا عليه، علشان بصراحة رنا وحشتني. طب هو انت عارفة العنوان فين بالظبط؟ ايوه يا ماما، هي جنب الكافيتيريا على طول، وفي وشها صيدلية. طيب ماشي، يلا بينا عشان ما نتأخرش. لو سمحتي بعد اذنك، احنا كنا جايين على عنوان كان في حد كان ساكن في العمارة اللي جنب الكافيتيريا دي، بس احنا دخلنا ما لقيناش اي حد خالص في العمارة كلها. هما الناس اللي ساكنين فيها سافروا ولا مكانهم فين بالظبط؟ عشان احنا كنا بنسأل على بنوتة صغنطوطة كده اسمها رنا، بس مش ما لقيناش حد خالص. حضرتك بتسألي على العمارة اللي جنبنا؟ العمارة اللي جنبنا مهجورة، محدش ساكن فيها من سنين. ازاي يعني يا طنط؟ انا صاحبتي ساكنة هنا، هي قايلاني ان هي ساكنة في البيت ده، كانت بتجيلي البيت ونلعب كل يوم، وانا النهاردة جاية ازورها. صدقيني يا حبيبتي، مفيش اي حد خالص ساكن في البيت ده، وما انصحكيش ابدا ان انتي تطلعي تدوري عليها. ده بيت مرعب جدا، وكل اللي بيدخله بيطلع خايف ومرعوب جدا، وفي ناس كمان بتدخل وما بتخرجش. خدي مامتك يلا وارجعوا بيتكم بسرعة، ما تجوش هنا تاني. يلا يا رضوى، يلا يا ماما نرجع البيت دلوقتي. ورنا يا ماما. يلا يا رضوى دلوقتي. انا معرفش، بس يا ماما اللي رجعتينا، الست دي اصلا شكلها مجنونة، كنا طلعنا وشفناها. بس يا رضوى بس اسكتي، احنا ما ينفعش اصلا نشوف رنا. ليه بقى يا ماما ما ينفعش نشوفها؟ ها؟ علشان هي مش حقيقية، مش موجودة معانا. رنا ميتة. رنا ماتت؟ والله انا كنت حاسة، علشان حلمت بيها وكان على وشها دم، اكيد في حد اذاها. انت عارفة اصلا يا رضوى رنا دي تطلع مين مين يا ماما؟ انا هقولك يا رضوى مين هي رنا. رنا دي اختك التوأم اللي اتولدت معاكي، لكن بابا وماما اخدوكي انتي ورموني انا في الشارع. تخيلي اب وام يسيبوا بنتهم. انت بتقولي ايه؟ اكيد ما سبناكيش، انت كنتي ميتة. الدكاترة قالوا لنا انك متي بعد الحادثة، ورضوى بس هي اللي عاشت. انت مش حقيقية، انت عفريتة. لا يا ماما، انتوا تخليتوا عني. لا يا رنا، احنا عمرنا ابدا ما نقدر نتخلى عن بنتنا. ده انا وباباكي قعدنا وقت طويل جدا في حزن بسبب انك متي وسبتينا. معقول الكلام اللي انا بسمعه ده؟ وانا اللي كل السنين دي كنت فاكراكي بتكرهيني، وكنت جاية انتقم من رضوى واخدها معايا. لا يا رنا، انا بحبك وعمري ابدا ما هنساكي، وعمري كمان ما هنسى ان كان عندي بنوتة جميلة اسمها رنا. يا ريتك يا رنا ما كنتي متي ولا خرجتي تلعبي في الجنينة لوحدك. هو ده يعني يا ماما السر اللي كان في الصندوق؟ ايوه يا رضوى، هو ده السر بتاع الصندوق. الصندوق ده مليان صورك انتي ورنا وانتوا صغيرين، وكنت هقولك على السر ده بس كنت خايفة عليكي تزعلي. قلت ان انتي هتعرفي في يوم من الايام بس لما تكبري شوية. انا فاكرة
انا فاكرة فعلا اني ما كنتش لوحدي، بس كنت دايما بكدب نفسي. وحشتيني يا رنا. وانتي كمان يا رضوى، بس للأسف انا ما بقاش ينفع تشوفوني تاني. انا كنت جاية هنا بس عشان انتقم منكم، لكن بعد ما عرفت الحقيقة مش هأذيكي يا رضوى. انا بحبك وبحبك يا ماما، هتوحشوني. اشوفكم على خير.